السلام عليكم. اليوم غنهضروا على موضوع الانترنت. الانترنت اليوم ولا جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من الصباح حتى الليل. كل واحد فينا معتمد على الانترنت في كل شيء، بغينا ولا ما بغيناش. الانترنت خلينا بشكل قوي حتى انه ولا جزء اساسي في العمل، التعليم، الترفيه، وحتى التواصل بيننا وبين العائلة والاصدقاء. ولكن واش فعلا التغيير الرقمي جاب معاه الفوائد؟ اكيد بزاف من الناس استفدوا من الانترنت في تعلم مهارات جديدة، متابعة الاخبار بسرعة، والانخراط في دورات تعليمية. من بعد كاين حتى الشباب اللي يقدروا يطوروا مهاراتهم ويبداو مشاريعهم الخاصة عبر الانترنت. لكن مع الفوائد كاينين بعض التحديات. الحياة الرقمية جابت معها تحديات نفسية كبيرة، خصوصا بالنسبة للشباب. في السوشيال ميديا مثلا ولات جزء كبير من حياة الشباب اليومية، كيبقاو يشوفوا صور واخبار الناس الاخرين، وكل واحد كيحاول يبرز بافضل شكل مما يسبب لهم ضغط نفسي. حنا كنا كنعرفوا كيفاش فاش تشوف شي صورة في فيسبوك او الانستغرام الى اخره كتكون متخيل انه حياة الناس كلهم مثالية، وهذا الشيء يخلي الشباب يعانيو من شعور بالوحدة والقلق والاكتئاب. زيادة على ذلك الأجيال الجديدة ولات كلها تقريبا مشغولة بالهواتف والإنترنت، مما كيأثر على حياتهم الاجتماعية. رغم أنه كاين تواصل رقمي، لكن في بعض الأحيان كنلقاو أن التواصل الجسدي أصبح قليل. وكاين ناس كيقولوا التكنولوجيا قربات العالم، ولكن بعيد عن الحقيقة، لأن التواصل الحقيقي في الواقع بين الناس ولا نادر. الجانب الإيجابي الكبير للإنترنت هو القدرة على التعلم والعمل من أي مكان. بزاف من الشباب اليوم قدروا يدخلوا المجالات جديدة عبر الإنترنت